هينزل قريب جدا. عموما كريم لا غبار عليه، الراجل افلامه عموما بتنجح. وبالمناسبه ده مش فيلم 7 دوجز، تمام؟ عشان ما يحصلش ايه اختلاط في الموضوع. ده فيلم وده فيلم تاني خالص. ده بطولة كريم لوحده ومعاه طبعا ياسمين صبري، ما نعرفش بقى مين اللي جايين تاني، ولكن انا متحمس جدا للفيلم. بالتاكيد اي فيلم الكريم هكون انا حابب ادخله. ايه قصة الفيلم، ايه اللي هيحصل فيه، احنا مش عارفين، ولكن الفيلم معروف ان هو معمول بميزانية تتخطى ال 45 مليون دولار، وفي اكشن كتير جدا. اتمنى ان هي تطلع حاجة كويسة، وده اللي متوقع، واكيد هدخل الفيلم واكيد هنيجي نتكلم فيه مع بعض. واخيرا تالت فيلم معانا حاليا، وهو فيلم نزل الاعلان بتاعه او التيزر بتاعه لمده 20 ثانيه تقريبا. مش ممكن انت تفهم منه اي حاجه غير ان يعني مشاهد بسيطه جدا. سامح حسين الفيلم بتاعه، وهو فيلم استنساخ. الفيلم شكله عن حقبه قديمه قوي، لان المشهد اللي ظهر لو انتوا شفتوا الاعلان، سامح كان قاعد على المكتب حاطط ايده على دماغه وجنبه علم تقريبا شبه علم مصر بتاع زمان، او العلم الاخضر اللي فيه 3 نجوم. مش عارف ايه الفكره. شفت لبس شبه لبس الصليبيين زمان. ناس بتجري، ناس بتكسر، كل ده في حوالي 20 ثانيه واتقفل على كده. وقالوا ان الفيلم قريبا، يعني حتى ما تمش الاعلان عن انهي شهر، ولكن المتوقع ان هو برضه ينزل في شهر مايو مع بقيه الافلام. في وجهه نظري هتكون غلطه من سامح حسين لو قرر ان هو ينزل في مايو مع كريم ومع تامر ومع الافلام اللي لسه هنسمع عنها. فيفضل لو الفيلم فعلا هينزل قريب يكون قبل الناس دي او بعدهم. يعني شوف انت بقى حابب ايه، علشان ما ترجعش تقول ان الفيلم بتاعك وقع تاني. لان منطقيا انا لو راجل داخل السينما ولقيت كريم ولقيت تامر ولقيت سامح حسين، مع احترامي الكامل لسامح حسين واللي هو بيقدمه، اكيد هدخل لكريم او هدخل لتامر. فبالتالي يفضل ان الفيلم ما ينزلش معاهم عشان ما يتظلمش. ايه قصه الفيلم؟ احنا ما نعرفش عنها اي حاجه لحد دلوقتي. سامح يا دوب نزل 20 ثانيه، وباذن الله اول ما ينزل الاعلان اللي جاي هنتفرج عليه. معجب باللي بيحصل، معجب ان الفتره اللي جايه هيكون في افلام كتير كويسه، والابطال كلهم موجودين راجعين بشكل كويس جدا. محتاجين برضو نبقى نعمل حلقه عن فيلم تيتو 2 اللي بيفكروا يصوروه، فده هنتكلم عليه لوحده. ولكن حاليا الافلام اللي قدامنا هم الثلاث افلام دول، ودي حاجه كويسه بعد الانقطاع اللي احنا كنا فيه بتاع العيد الصغير. اتمنى ان موسم العيد الكبير يكون احسن من كده بكتير. دي كانت حلقتنا ورؤية سريعة عن الأفلام اللي هتنزل، وإن شاء الله لما يبقى في إعلانات أو في حاجات أكتر من كده هنيجي وهنتكلم فيها مع بعض. سلام.